13 حركة في لغة الجسد معناها ان الشخص ده بيحبك او مهتم بيك. اول حاجة الضغط على الايد اثناء السلام. لما يكون بيسلم عليك مش هتلاقيه بيسلم عليك من فوق الوش وخلاص، لا هتلاقيه بيضغط على ايدك بنفس درجة القوة اللي انت بتضغط بيها، وده معناها ان هو بيحبك. تاني حاجة رفع الحاجب اثناء الكلام، وده معناها ان هو منبهر بيك ومهتم بكلامك جدا ومستعد يسمعك اكتر. تالت حاجة لما يميل راسه وانتوا بتتكلموا، ده معناها ان انت مصدر امان بالنسبة له ومش بتمثله اي تهديد، لان اثبتت الدراسات ان الرقبة من اكتر الاماكن اللي كشفها معناه تعريض الشخص للخطر، فتمييل الراس معناها ان الشخص ده حاسس اتجاهك بالامان ومرتاح لك. رابع حاجة بتوضح ان الشخص ده مهتم بيك هي النظرة المطولة، لما يفضل باصص عليك مدة طويلة وانتوا بتتكلموا، ده معناه ان هو عايز يعرف عنك اكتر ومهتم بيك جدا وعنده فضول من ناحيتك. خامس حاجة اتساع حدقة العين، ده معناها ان هو مبسوط جدا ان هو شافك، لان حدقة العين بتتسع لا اراديا لما الشخص ده بيشوف حاجة هو حاببها جدا او معجب بيها جدا. سادس حاجة الابتسامة بالعين، يعني لما الشخص ده يبتسم ومش مجرد ابتسامة بتحريك شفايفه، لا الابتسامة بتوصل لعينيه. سابع حاجة لما يميل ناحيتك وهو بيتكلم بجسمه أو راسه، ده معناها إن هو مهتم بيك ومنجذب ليك. تامن حاجة لما يبقى قاعد وجهته ناحيتك، يعني مش قاعد بالجنب، قاعد اتجاهك. تاسع حاجة هتلاقيه بيقلل المسافة لا إراديا، يعني هتلاقيه بيقف قريب منك مش بعيد. رقم 10 لمس وجهه أو شعره أثناء وجودك، وكمان تعديل اللبس أو الشكل أثناء وجودك عشان عايز يظهر بأحسن صورة. رقم 11 هتلاقيه بيقلد حركاتك من غير ما ينتبه، يعني لو عملت حركة هتلاقيه بيعمل زيها لا إراديا. رقم 12 الضحك بدون سبب، لأنه بيكون متوتر قصادك، وهتلاقيه دايما بيتصرف بشكل مختلف عن طبيعته، يعني بيتلعثم في الكلام قدامك، فده بيوضح توتره أثناء وجودك. رقم 13 التعليق على أي تفصيلة صغيرة خاصة بيك، ولو لقاك متضايق أو فيك حاجة متغيرة بيلاحظ وبيقولك.